أهلا بكم من جديد مشاهدينا فقرة ترندنج. في فقرة ترندنج تحدثنا عن شاب يمني ظهر في فيديو مصور، طبعا مقطع مصور انتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحاول أن يتقن اللهجة المصرية. كان سعيد جدا وطاقته إيجابية، وراح تعرفوا أنه طاقته إيجابية حتى معنا في هذا اللقاء من مصر. وهذا طبعا فرحته لأنه تلقى الإقامة المصرية أخيرا. الشاب كان سعيد مثل ما قلت لكم بتلقي الإقامة، وعبر عن ذلك من خلال هذا المقطع اللي أعجب به المصريين بشكل كبير جدا، وكذلك اليمنيين. يعني أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. والأجمل في الموضوع مشاهدينا أنه الفيديو كان عليه تعليقات جميلة جدا عن أو بلسان المقيمين في مصر، وكذلك المصريين اللي رحبوا بهذا الشاب بشكل كبير. خلوني أرحب وإياكم من مصر الشاب طبعا اليمني خالد عبد الله حسن حمود. خالد، أنا قلت اسمك كله. ايوه ايوه ما شاء الله. اهلا وسهلا استاذ رجا، كيف حالك؟ ما شاء الله اسمي الكامل. صح، أهلا وسهلا بك، نورتنا. اهلا، وطاقتك كيف الإيجابية حالك؟ أنا مبسوطة بها مثل ما أنت كنت سعيد في الفيديو. بس أنا عندي لك تحدي. يلا، التحدي مو صعب لكن يلا، لا لا مو صعب. يعني المفروض انه انا وياك نحاول انه نحكي باللهجه المصريه، مثل انه انت المر... يعني اللهجه حاضر خلاص. المصريه يعني اسود وملون. حنحاول انا وانت اننا نتكلم بالمصري، حاضر من عيوني. عشان انت مقيم يعني لازم تتعلم. كنت خلاص المرة متوقع انه هذه كله الفيديو مصري. ينتشر بهذا الشكل، لا بالشكل ده؟ والله كنت نايم الا فجأة اصحى يتصلوا علي. انا قلت ايش هذا؟ خفت والله، خفت، كنت بهرب من البيت، والله كنت بسيب خالتي بهرب. الا فجأة يتصل ناس، امي تتصل، طلع اسوي كذا، والله مصدوم. قلت خلاص، انا كنت بهرب والله من البيت، كنت بهرب من كل مكان. ليش؟ الا فجأة انا قلت ايش قاعد يصير؟ افتح جوالي احصل في كل مكان شاب يمين. انا قلت يا الله، انا نايم، لسه هدفني نايم، لسه خلوني اكمل نومتي بعدين اشوف ايش صار. الا فجأة المقطع اتنشر في كل مكان، كل مكان نزل في كل مكان. طيب والناس صاروا يعرفوك، صرت مشهور في مصر مثل ما صرت مشهور عندنا؟ والله يعني هو انا معروف كنت في مصر مره، يعني انا تقريبا عندي ما شاء الله 1.5 مليون متابع من قبل سنتين. لكن فجاه لما نزل المقطع يعني في مصر يعني صار، يعني صرت اكثر معروف بكثير، يعني بطريقه يعني اول ما قص كيف اقول لك، يعني انت كيف افهمك كثير، يعني بشكل كبير. آه. طيب شو اللي أسعدك لهذه الدرجة؟ الإقامة آه ولا انتهاء إجراءات الإقامة؟ هي قصه بدت من الصفر، يعني لا في فرحه بسبب هذه الفرحه كلها كان في سبب معين. شو هو السبب المعين؟ سبب الفرحة المعين شو هو؟ حاضر بقول لك. طبعا انا ولدت في السعوديه آه. من اول ما جت في الكوكب. انا ايش ولدت في السعوديه صح؟ والنعم. ف الله يسعدك يا رب. مم. فيعني قعدت 20 سنه. مم. فيعني امي وابويا انفصلوا عن بعض. فايش اللي صار؟ مم. انا اللي كنت الضحيه، يعني انا، يعني ابوي ما رضى يكمل لي اجراءاتي ولا رضى يسوي لي اي شيء، فقعدت بدون دراسه وبدون ما اكمل حياتي، بدون يعني زي اي انسان او اي ولد او اي طفل يتمنى يدرس، يتمنى يسوي. فانا يعني حقوق اي انسان، هذه اي انسان يتمناها. فايش اللي صار بعدها؟ يعني 20 سنه قعدت اتعذب وحاله نفسيه غير طبيعيه، وكنت اتمنى يعني اكمل حياتي يعني في السعوديه مع، يعني مع امي وكل شيء. لكن بعدها امي قالت لي خالد لازم تسافر على بلدك اللي هو فين. انا من اليمن صح؟ فانا امي معي الوحيده، يعني ما عندي اخوان ولا اخوات ولا ابوي يعني قاعد معايا، يعني خلانا من وانا صغير. فطول عمري وحياتي مع امي، وامي كانت تتعب عشان تسوي لي اي شيء يعني عشان يرضيني. فبعدها الا فجاه امي تعطيني خبر، يعني عمري 20، قالت لي انت خالد لازم تسافر اليمن. انا طالع في امي والله يعني الدموع بتنزل، يعني ما اقدر، لا يعني السعوديه طول حياتي فيها ما اقدر اخليها. فبعدها لما صار زي كذا قلت لها حاضر يا امي. قالت تروح هناك، وانا لما رحت هناك
يعني كنت تمنيت انه اكمل الاجراءات عشان ارجع السعوديه، ما قدرت اطلع الاقامه السعوديه، وهذا الشيء مو مني انا. يعني لو انا بدي كنت سويت هذا الشيء. فايش اللي صار؟ فيدي بعدها انكسرت. بعدين قالت لي امي ضروري لازم تروح تسافر على مصر، اللي هو اسوي عمليه في ليدي. فانا بعد لما جيت في نفس الطياره، جيت الطياره قلت لها لامي والله ما اطلع، ما بطلع. قالت لي لسه، طب لسه انزل مصر، شوف قرر. قلت لها ما ابغى يا امي. يعني امي تعرفني مستحيل اخليها مهما صار في هذه الدنيا، مهما صار. فاول ما جيت قلت والله ما اطلع من مصر. بعدين الا فجاه، يعني انا ما توقعت، يعني لي 20 سنه احاول اطلع الاقامه ما اقدر ابدا. ففي مصر لما جيت، اول ما جيت والله خلال 4 5 ايام 6 ايام يقولوا لي الاقامه على طول طلعت. انا مصدوم، يعني يعني ما ادري كيف شعور يعني سعاده، يعني كيف، يعني شعور، يعني ما ادري كيف اوصف لك الفرحه اللي في قلبي. لو يعني انا خلاص قلت لهم اسمي خالد اسكندريه على طول، خالد من اليمن اسكندريه. واتمنى انه وضحت لك كل شيء. طيب خالد، انت المفروض تضحكني وتعطيني طاقة ايجابية ولا حابب انا قاعد تبكيني؟ ابكي، قاعد ابكي. والله اسف زعلتك، مو قصدي ازعلك والله. لا، بتعرف انه قصتك قصة ملهمة، وبتعرف انه انت شجاع للغاية انك تحكي هذه القصة. ويمكن ربي يخليك يا رب. يمكن في كتير ناس يشوفوك وبالعكس يعرفوا انه عندك انه ممكن لما لا تتغير حياتهم للأحسن. يا رب، ايوه كده. ايه. يعني اهم شيء يكونوا مع ربي وراضين امهم وكل شيء عشان ربي يوفقهم. يعني حتى لو صار اي شيء في الحياه يزعل، او حتى والله يعني من عمري 10 سنين لين عمري 20 ابكي في السجاده واقول الحمد لله. فتحمد ربكم على كل شيء عشان ربي يوفقكم، وربي كاتب لكم شيء احسن في هذه الدنيا. طيب بالتوفيق لك يا خالد، لكن قولي لازم تشتغل أكثر على لهجتك المصرية. خلاص أنت بقيت عندك الإقامة. ملون، أسود وملون. أنا بعرفها، يا كلنا اسود ملون. مربين. والله ما قدرت استحمل. كل واحد قدامي والله اقول له يا اسود ملون يطالع فيني. هو خاف، حتى هو قال لي ايه ده. اضحك. بنتمنى لك التوفيق يا خالد، يا رب، ربي يسعدك يا رب، وإن شاء الله ويوفقك يا نشوفك رب عندنا في العالمين. الاستوديو، بس ما تبكينا يا المرة رب الجاية، تضحكنا وتعطينا هذه الطاقة الإيجابية الحلوة اللي فيك. اوعدك كذا مره بكيتك تقول ما ببكيك، ببكي نفسي بس ما ببكيكم. الله خلاص يحفظ لك اسف بكيتكم لا الوالدة. تزعلوا. الله يحفظ لك يا رب الوالدة يا يوفقكم. رب، يا ويوفقك. رب وإن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب. يا رب العالمين. ربي يسعدك يا رب.